والكيمي كيمي كو اهلي طاير ياهو. نسمع كده مع بعض. ايه الصورة؟ هي الصورة دي بجد؟ هو نزل بسنيتين في الملعب، واحدة ليا وواحدة لبابا. جماعة انا مش قادر، انا عايز اشخر ضحك دلوقتي، انا مش قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا بخير ان شاء الله دائما وابدا. هي الكاميرا مقلوبة، احس ان الكاميرا مقلوبة. بيراميدز، مبروك لكل البيراميدزاوية وكل الناس اللي فرحت النهارده. والكيمي كيميكا الكيمي كيميكو هنعرف ليه دلوقت، يعني هنعرف مع بعض في الفيديو ليه الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو، وليه جماهير الزمالك غنتها اصلا. نبدأ كده بالصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندعي لاخواتنا طبعا اول حاجة، يعني ربنا يسعدهم ويفرحهم زي ما جماهير الزمالك فرحانه دلوقتي. بيراميدز نزل لطش للاهلي، انا اسف، فرقه المليارات، طخ طخ هدفين مع الرأفه، برغم التحكيم يا باشا، برغم بس الحكم يعني كان حلو سنا، يعني حسب الفاول وهو ما كانش هيحسبه اصلا، وكان في شك سنه بسيطه ان هو ضربه جزاء، فاهم يعني؟ اهو الفاول جه اتلعب. الشناوي طبعا في حته تانية كان لسه ما جاش منها، فكان بيبص عليها، جت في العارضه، الشاطت عليه من الولا البرازيلي، جت في العارضه برضو. بعد ما جت في العارضه سمعنا صوت العارضه، الشناوي فكر ايه ده، دي لا هي بتعيد نفسها ولا ايه؟ هي عرضتين في عارضه، ثواني كده، هو ده ديجافو؟ انا شفت المشهد ده قبل كده. دخلت في العارضه، طخ، هي كانت طالعه، دخلت جوه. بعد ما دخلت الشبكه الشناوي اترمى عليها. ليه؟ لان هو في حته تانية يا باشا، الراجل ده في حته تانية، ربنا يخليه ويبعني كل الدعم ليه. اقاله ريبيرو بعد هذه المباراه، انا شخص من جمهور نادي الزمالك اعارض هذه الفكره. ما ينفعش يا جماعه نغير مدربين كل 3 4 ماتشات. الراجل لسه بادئ الموسم، لسه بادئ، ما ينفعش يا جدعان. ريبيرو لا لرحيل ريبيرو، الراجل جاي من اسبانيا، لسه ما خدش على الدوري المصري، مفيش توفيق، اللعيبه بتخذله، مطالبه الاداره ما نفذتش مطالبه. فجماعه بطالب جماهير الاهلي، يا جماعه اصبروا على الراجل، اصبروا على الراجل واصبروا على اللعيبه بتاعتكم اللي بالمليارات. ما ينفعش في الاستاد. فين يا جماعه؟ فين الرقابه؟ فين مراقب المباراه؟ ازاي الجماهير تقول خلي العب يا عم، خلي عندك دم؟ لعيبه عاله، مفيش رجاله، لعيبه اخه، ولاد في ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش نهاجم لعيبتنا المصريه بالطريقه دي، ما ينفعش نقول فينك يا اسامه ابو علي. جماعه انا مش قادر، انا عايز اشخر ضحك دلوقتي، انا مش قادر. والله ما قادر، ما ينفعش. ازاي يعني بتطالبوا برحيل ريبيرو؟ هو المايك شغال، انا بصور. لا يا جماعه، لا 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 لا، ندخل كده بالصلاه على النبي، نشوف الكيمي كيمي والكيمي كيمي كو كده. بطالب كابتن شوبير برضه يا جماعه، يعني حارس الاهلي يطلع يدعم اللعيبه زي ما دعمها في الفيديو ده. على رأي محمود عبد العزيز في الكيميكا، ايه في ايه؟ إيه؟ مكمكينها قوي كده ليه؟ ايه في في ايه؟ ما ايه يالا؟ واحنا تشكيلنا ولاعبتنا ومدربنا وادارتنا افضل من اي حد. هو الكلام ده هيزعل حد؟ هو الكلام ده حد هيشتكيني بيه؟ يقول لك لا مش زعلانين يا عم، مش هنشتكيك. شكوى لانه قال الكيمي كيميكا، وده لفظ ما فيهوش يعني ادب ولا فيه احترام. طب الكيمي كيميكا انتصاراتنا مش عاجباه، والكيمي كيميكو اهلي طاير ياهو. تمام يا عم، شو اسمع بقى كده جماهير الزمالك بترد عليك. قول غني. ايوه، الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو، خش يا باشا. العب يا باشا. جماهير الزمالك غلطت في حاجه يا جماعه؟ ده هو شوبير اللي طلع قال لنا قولوا الكلام ده، كلام ما فيهوش غلط، ما فيهوش اي حاجه.
الكيمي كيمي كا والكيمي كيمي كو، والولا ضرب ابوه ولا عمل ايه في ابوه. اخويا الاهلاوي، الراجل اللي ما بتتبعش القطيع، ويعني انت راجل محترم، فكرك ايه لما تسرق لعيب من ناديه وتخليه يبطل كورة موسم كامل في نادي الزمالك وتاخده ويجي يلعب عندك كده؟ يعني ليه كرة القدم عزيزي الملياراري مش كده. يعني مش ان انت تعمل كباري نفعت مرة اتنين تلاتة، مش هينفع كده. وبعدين سيبوا بقى الراجل بقى، ما تقعدوش تنفخوا في البالونة كده يا جماعة. يعني البالونة عمل ايه النهاردة؟ ما عملش حاجة. الراجل ده امام عاشور هيزعل كده يا جدعان. الواد امام زعلان بيقول ليه ده ياخد 2 مليار؟ ده انا عامل للاهلي وعامل كنت على الاقل بيبخلي الاهلي شكله ليه منظر في الملعب. انتوا يا جماعه لازم تغيروا من نفسكم يا جماعه. يعني تاخدوا كده دوره تدريبيه. معلش انا كتله يعني فاهم. مش عايز اقولها عشان فاستحملوني. ما لازم انا لي طريقه كلحه في التحفيل. معلش بكلمك، لازم تروحوا تاخدوا دوره تدريبيه في تنميه بشريه، اللي هو انت تقدر. فانت تقدر عزيزي الملياراوي ان انت تمنع ادارتك من الكباري. ليه؟ لان انت بتعمل كباري بايظه خالص. عمل لكم ايه؟ طب كابتن كريزي دي كابتن كريزي دي انتوا جايبينه بكام؟ ب 60 مليون مش فاكر والله. جايبين الراجل كان في قاسم باشا في الدوري التركي، قاعد بكوبايه القهوه والحجرين المعسل والحمام العربي وبياخد الساونا بتاع. انتوا جبتوه ليه من هناك يا جماعه؟ عمل ايه؟ الولا محمد كريم حافظ حطه في الشنكار بتاعه طول الماتش. نص الملعب ده في واحد يا راجل، ده في مدافع اسمه ايه، اشرف داري ولا بندكه؟ لا بندكه قاعد بندكه ما نزلش صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اشرف داري يا عيني المدير الفني بعد 3 دقايق قال له تعالى اطلع بره خش تاني. فريبيرو ما ينفعش يمشي. مفيش مدرب يقدر يعمل الحركه دي يا جماعه. مش عارف اقول ايه. انا زعلان عليكم الصراحه. نيجي بقى ايه لفريقنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكمل الفرحه بكره، عشان انا حاسس احنا مش شمتانين في حد، مش بنحفل عشان ايه لا احنا ناس محترمه. محمد شحاته جاله شد في العضله الخلفيه واستبعد من مباراه غدا ضد وادي دجله، ودخل القايمه احمد حمدي والهاني سليمان. طبعا الهاني سليمان يعني الله اعلم برضو، ربنا يستر وصبحي يكمل المباراه كامله، فهو مش يعني بنسبه كبيره مش هيشارك يعني. احمد حمدي المفاجاه. طيب مين هيلعب في نص هل احمد حمدي هيشارك من اول المباراه ولا هينزل الشوط الثاني ولا مش هيشارك خالص؟ ده على حسب الماتش الله اعلم. بس نقطه كويسه، يا رب يدخل ويثبت نفسه ويفكوا بقى من الشغل اللي هو بتاع مع المدرب ده بالذات مع يانيك فيريرا. لو سمحت يعني كل لعيب بلاش شغل اللي هو ايه الغضب والقمصه والكلام ده، لان الراجل ده ما بيسميش. وعندنا عبره سيف الدين الجزيري، زوجته نزلت بوست كده قالت سامسونج مش عارف اف 6 ولا مش عارف ايه برو ماكس. قال لا الراجل ده مش هيشم النجيله طول ما انا في نادي الزمالك. فكل اللعيبه تظبط النفس تظبط الدنيا. انتوا مالكوش دعوه بالاحتفالات والتحفيل بره عنكم. الجماهير ان شاء الله بكره هتقول الكيمي كيمي كا الكيمي كيمي كو. مالكوش دعوه باي حاجه. سجلوا الاهداف اظبطوا الدنيا. يا ريت تباظوا بقى تلعبوا مين وتحموا مين. تحموا بزيرة، عشان هو قال انا ما بحبش حد يقول لي الفنا عشان بابا بيزعل بيفكرني بحد كان جعان كده عندنا بيقول الكلام ده. فربنا يستر. العبوا معاه احموا اللعيب ده لان هينزل عليه تدغديغ الحكام بكره. يعني هو الاهلي المركز الكام صحيح؟ احنا غطسنا، في ناس غطست كتير ما لقيناهوش. كان بيقولوا المركز انا سامعك انت بتقول عليها بيضه. ربنا يسامحك. ماشي يا باشا. بس كده ده اللي كان معانا النهارده.
الله الله، روحين ريبيرو، ثواني بقى عشان في مستجد. روحين ريبيرو بعد قليل. ده في مشكلة، ثواني كده يا رجالة. يا جدعان انا كنت خلصت الفيديو يا جدعان، بس تعالوا كده عشان الصورة دي انا مش قادر اقسم بالله. ايه ده؟ ايه الصورة؟ هي الصورة دي بجد؟ هو نزل بسنيتين في الملعب، واحدة ليا وواحدة لبابا. يا نهار اسود، انا مش قادر اقسم بالله. طب يا جماعه، في رساله من جماهير النادي الاهلي، بس عشان ايه نبقى نوصلها، عشان نبقى عندنا مهنيه برضو في اليوتيوبرويه. نسمع كده مع بعض. لا حول ولا قوه الا بالله. يا نهار ابيض. تن جعان لابوه مش عارف ايه. لا 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 لا، الاخلاق دي مش اخلاقكم يا جماعه، عيب عيب والله والله عيب. بس كده انا هقفل عشان ما اطولش بقى ايه واطلع الفاظ ونعمل حاجات. لا بلاش عشان اروح اكمل ضحك. يلا، كان معاكم كريم، قناه زمالك كولوجي. علم الزمالك مش اي علم، جماهير الزمالك مش اي جماهير، علم الزمالك لا مش اي علم. هتعمل كباري، هتعمل مش عارف ايه، انت اللي هتلبس في الاخر يا باشا. اشوفكم على خير، سلام.